ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر، والنهارده رجعنا لكم بفيديو جديد. النهارده اقول لكم على كل المودات الاساسيه في ماينكرافت. طبعا المودات دي موجوده لحد اخر تحديث في ماينكرافت اللي هو 26.1.2. بس قبل ما نبدا متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 2000 في اقرب وقت. وبس كده، يلا نخش في الفيديو. اول مود معانا هو الصوديوم. ده لو انت جهازك بتتصايب بيرفع الفريمات وبيخلي اداء اللعبه احسن واسلس بكتير. طبعا المود ده اساسي لازم يبقى عندك. تاني مود معانا هو دايناميك اف بي اس. المود ده برضو بيرفع الفريمات جامد قوي، ولو انت برضو حاطط شادر زي حالاتي كده بيرفع الفريمات ومش بيخلي الفريمات تبقى قليله جدا، بيخلي اللعبه اسلس. طبعا لو انت حاطط شادر ومودات كتير، فهو من المودات الاساسيه اللي لازم تبقى عندك برضو في اللعبه. تالت مود معانا هو الايرس. طبعا المود ده مش مهم قوي للناس اللي اجهزتهم ضعيفه، بس مهم للناس اللي اجهزتها قويه وعايزه تحط شادر زي ده. فانت بعد ما تركب المود بتخش على اوبشن، بعدين فيديو سيتنج، هتلاقي هنا حاجة اسمها شادر باك. هنا تقدر تنزل كل المودات اللي انت عايزها وتغير بينهم. طبعا الشادر معروف بتغير اللعبة 180 درجة وبتخلي شكل اللعبة احسن بكتير زي ما انتم شايفين قدامكم. فده من المودات الاساسية اللي لازم تبقى عندك لو حابب تركب شادر. تالت مود معانا وهو الجورني ماب. الجورني ماب من اهم المودات اللي لازم تبقى عندك لو انت حابب يبقى عندك ماب زي دي وتقدر تستكشف فيها وتبان لك كل الحاجات اللي موجودة في الخريطة اللي انت استكشفتها طبعا. وبرضه بيبقى عندك هنا ميني باب صغيرة تقدر تشوفها وتتحرك فيها. فانا شايفها من المودات الاساسية اللي لازم تبقى عندك، وما ينفعش تلعب اللعبة من غيرها بصراحة. رابع مود معانا هو الجاست انف ايتم. الجاست انف ايتم من اهم المودات في اللعبه، لانه هنا بيضيف لك قائمه بيبقى فيها كل الايتمات اللي في اللعبه. وطبعا لو ضفت مودات فيها ايتمات بتضاف هنا برضو. فالمود ده من اهم المودات اللي لازم تبقى موجوده في ماينكرافت. وطبعا لو دوست على اي حاجه بتبين لك هي بتتصنع ازاي زي ما انتم شايفين. فانا بصراحه شايف انه مود اساسي جدا ولازم يبقى موجود عند اي حد بيلعب ماينكرافت. خامس مود معانا هو المود منيو. المود منيو ده من اهم المودات اللي لازم تبقى موجودة، لانه بيضيف لك قائمة هنا فيها كل المودات اللي انت نزلتها في اللعبة، وتقدر تخش على كل مود وتشوف الاعدادات بتاعته وتغير فيها زي ما انت عايز. فانت لو عندك مودات كتير في اللعبة ومش عارف ايه المودات اللي انت عايزها ومش عايزها، تقدر تنزل المود ده وبيبين لك كل حاجة موجودة في اللعبة هنا. سادس مود معانا وهو الماوس تويكس. المود ده بيخليك لما تيجي تنقل اغراض من هنا لهنا، بدل ما تقعد تنقل فيهم واحدة واحدة كده، تقدر تدوس ليفت شيفت وبالماوس تعدي بس عليها كده، هتلاقي كله بيتنقل بسرعة. ده طبعا مفيد في ان انت تنقل ايتمات بسرعة اكبر بدل ما تقعد تنقلها واحدة واحدة او ببطء زي الطريقة العادية. فأنا بصراحة شايف انه مود مهم جدا. تامن مود معانا وهو الفيلينج تري. المود ده مش مهم قوي او اساسي على قد ما هو ممتع وبيدي اللعبة واقعية اكتر. المود ده لما تيجي تكسر اول بلوكة بس من الشجرة كلها بتقع زي ما انتوا شايفين. فأنا شايف إن دي أحسن وأسرع طريقة تجمع خشب وبتدي واقعية للعبة أكتر من الطريقة العادية زي ما انتوا شايفين قدامكم. تاسع مود معانا هو الزوميفاي. المود ده أول ما بتنزله تقدر تعمل زوم لحد منطقة بعيدة جدا وتشوف الحاجات البعيدة زي ما انتوا شايفين. يعني شوف، أقدر أعمل زوم لحد ما أشوف الوردة اللي هناك دي. وبرضه لو دوست F6 بيعمل زوم كده بالبطيء، وحتى لو منظور الشخص التالت أو الأول بيعمل زوم فيه بالبطيء. بس أنا شايف إن هو مود مهم عشان لو أنت حابب تشوف حاجة بعيدة تقدر تستخدمه بس. وآخر مود معانا هو الريبلاي مود. طبعا المود ده مهم للي بيحبوا يصوروا. أول ما تنزله تقدر تدوس هنا تعمل ستارت ريكوردينج، هو بيعمل ريكورد وانت بتلعب دلوقتي. وبس أول ما تخلص تقفلها تاني، وبعد ما تطلع من الجيم هتلاقي هنا إن بيقولك الريبلاي سيف. هتدوس دن وهتلاقي في هنا زرار اتضاف، تخش عليه وتخش على المود اللي انت عملته. وبس تقدر تصور وتثبت البتاع في المكان اللي انت عايزه. يعني انا عايز مثلا لقطة تيجي من هنا فاحطها، وعايزها تروح هنا فبس اشغله، اقوم دايس هنا تاني بس اشغله زي ما انتوا شايفين بيجي من هنا لهنا عادي. ولو عايزين انزل لكم شرح اكتر للمود ده اكتبولي في الكومنتات وانا انزل لكم الشرح. بس دي كانت العشر مودات الاساسيه في ماينكرافت، تقدروا تنزلوها من موقع مودرنز. وبس متنساش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 2000 سبسكرايب في اقرب وقت. اشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.